يا أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، وكلامنا النهاردة هيكون عن الخوف من الفشل. أكيد كلنا حابين نوصل لمرحلة إن إحنا لما نحب نعمل حاجة ونقول ونكون فاهمين معرفيا إن عادي أنا هجرب وإيه يعني. أكيد محدش فينا بيكون حابب إن هو يكون خايف من الفشل، ودي حاجة بتوقف ناس كتير إن هما يجربوا أي حاجة، لأن هو بيسأل نفسه أنا عايز أنجح، طب أنا خايف لحسن أفشل، فبيبعد عن الموضوع ده. هتكلم بالتفصيل عن الموضوع، وأعتقد إن حل المشكلة في فهم المشكلة، بس نفهمها هي بتحصل ليه، نفهم السيستم ده بيشتغل إزاي عشان نعرف إزاي نستخدمه، وبكده تكون المشكلة اتحلت. يلا بينا نبدأ. أول حاجة وأول خطوة هو إننا نعرف إن الخوف من الفشل مش خوف من الفشل، ولكنه خوف من الألم، وفي فرق كبير. كده احنا حطينا ايدينا على المشكلة. جسمنا ما بيفهمش أي حاجة، الجسم ده بدائي جدا، وأنا لما أتكلم على الجسم بقصد كل حاجة، يعني الجسم والعقل هما مش حاجتين زي ما قلت قبل كده، هما حاجة واحدة. جسمنا ده بيفهم بحاجة واحدة، بطريقة واحدة، إيه اللي يفرح وإيه اللي يقلب، إيه اللي يسبب ألم يعني أو أذى. وجسمنا بيحب الحاجة، بيندفع، بيبقى عنده رغبة للحاجة اللي بتسبب سعادة في اللحظة دي. حد سامعني؟ في اللحظة دي يعني لو حاجة بتسبب سعادة بعدين، جسمك ما كده بالنسبة له مش بتسبب سعادة، حتى لو احنا عارفين بشكل معرفي ان دي هتسبب سعادة بعدين، لا، جسمك ما يعرفش، ملوش دعوة، لان جسمنا لا يدرك الزمن، لان مفيش حاجة اسمها زمن زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. ارشح لك جدا انك تشوف. نفس الحكاية بالنسبة لو في حاجة دلوقتي في اللحظة دي بتسبب ألم، شعور بالألم، عدم الراحة، جسمنا ما يحبهوش. فأنا شايف كنادر إن أنا لما فهمت ده وبص على ده مبقتش مشكلة كبيرة أوي، يعني ما بقتش إن خوفي من الفشل ده حاجة ممكن تمنعني إن أنا أجرب. طيب عشان برضو أنت ما تفهمنيش غلط وأنت ما تفهمنيش غلط، هل أنا قصدي إن إحنا نمحيه تماما؟ لا، إحنا محدش مش هنلعب في الجينات، مش هنغير الجينات بتاعتنا. وأنا بقول إن إحنا نحل مشكلة الخوف من الفشل، مش بقولك إن أنت ما تخافش خالص من الفشل والخوف ما يتواجدش جواك، لا، إحنا بس عايزين نعرف إزاي نتعامل معاه بطريقة لا تسبب معاناة. بعد ما عرفنا إن الخوف من الفشل هو بس خوف من الألم، يبقى السؤال اللي جاي اللي أنت المفروض تسأله لي، طب إيه الألم في كده يا نادر؟ أنا لما أنا هعمل حاجة، إيه بقى ليه جسمي يحس دلوقتي بألم فأكون خايف لحسن أفشل؟ لأن إحنا في برنامج موجود في عقلنا، وموجود على فكرة في كل الكائنات الحية، بس بما إن عقلنا متقدم حبتين فهو موجود عندنا بكثرة. البرنامج ده هو حب النجاح والخوف من الفشل أو كراهية الفشل. نتبرمج في عقلنا إن إحنا لما ننجح جسمنا يغرقنا بهرمونات ونواقل عصبية مسببة للسعادة، دوبامين بقى بتاع الإدمان، والسيروتونين بتاع السعادة، وأكسيتوسين لو الموضوع فيه علاقات اجتماعية، مثلا ناس بتحترمك أو كده، تلاقي نفسك وانت ناجح غرقان بالهرمونات. والعكس هيديك برضو نواقل عصبية مسببة للألم زي الكورتيزول والحاجات ديت والضغط وكده، لما تحس إن انت فشلت معرفتش تعمل الحاجة اللي انت قلت إنك هتعملها. داخل في الموضوع ايه؟ ده كده برنامج، داخل معاه برنامج تاني متصل قوي بيه، فالاتنين لو اشتغلوا مع بعض بيسببوا كارثة لمعظم الناس. البرنامج التاني هو ان انت بتحس بسعادة، جسمك محتاج، في احتياج ان الناس تحترمني وتشوفني حاجة كبيرة، انك صورتي الذهنية تكون مفخمة كده، دي حاجة تسبب سعادة. ودي اللي بيدفع، ده البرنامج اللي هو لما يكون زايد قوي عند حد بيسعى، بيبقى ده ادمان بالنسبه له، وبالتالي بيسعى ان هو يبقى في منصب حلو، في اي حاجه تستدعي ان الناس تبص عليه، تحترمه، تديله قيمه. هو ما بيشوفش قيمه لنفسه الا من خلال الناس. فالوجع بتاع ان انا ما حققتش الغرض
مع الوجع ان الناس مش شايفيني ناجح او صورتي قدام الناس مش قد كده، الوجعين دول مع بعض احنا بنسميهم خوف من الفشل. عشان كده جسمك بيبعدك عن ده. الخوف من الفشل معناه جسمك بيقولك لا يا عم انا خايف لحسن نفشل، فبالتالي نحس بألم عدم النجاح اللي هو ألم الفشل، وألم برضو تاني لأن الناس هتشوفنا فشل، فده إحساس مش مريح في اللحظة دي. فقلت زي ما قلت لك قبل كده جسمك هيحس دلوقتي بعدم راحة لأنه شايف حاجة ممكن تسبب ألم قدام. فعدم الراحة ده هو الخوف من الفشل. طيب إيه الحل؟ الحل وهو الحل الوحيد لمعظم المشاكل النفسية هو التخلص من الإيجو أو الذات أو الشخصية أو البناء الوهمي اللي هو أنا وشخصيتي كل حاجة عني. البناء ده اللي جسمك بيدافع عنه، كل البرامج بتهدف إن الإيجو ده أو الذات دي تكون كبيرة بأكبر قدر ممكن، ومن هنا تيجي كل المشاكل النفسية. فأنت محتاج إنك تتخلى عن ده. والبعض الناس بيبدو الموضوع مستحيل، إن شايف إن هي مفيش حياة من غير أنا وشخصيتي بس، واللي أنا أعرفه واللي أنا شفته والصفات اللي فيا، رغم إن الإنسان أعلى من كده. وده اللي القناة دي بتهدف ليه؟ إنك تستشعر حقيقتك بإن هي أكبر من شخصيتك. هتسألني وتقولي إزاي نادر طب أتخلص من الإيجو ده؟ أنا معاك، من الذات دي أتخلص منها إزاي؟ تتخلص منها عن طريق إنك تكون واعي باحتياجاتها. بصوا يا جماعة، هي الموضوع مش مرض، هو كلنا لينا شخصية، والذات دي كده كده موجودة. بس الإيجو لما كنت أنا بعيش بس، وكنت أنا فاكر نفسي بس إن أنا ده الكائن الصغير اللي خايف من الفشل ونفسه ينجح عشان الناس تشوفه ناجح، وبيسعى ورا كل الحاجة اللي بتفرح بس، وبيبعد عن كل ما هو مؤلم بس. إنك تعيش جوه الإيجو أو جوه الذات الصغيرة دي، هو ده السجن اللي جواه مفيش حاجة اسمها سعادة. ولو أنت عايش كده مفيش حاجة اسمها سلام داخلي، وأي كلام هتسمعه ملوش أي لازمة، وأي ثيرابي أو علاج نفسي هتحصل عليه ملوش أي لازمة، لأنك جوه الإيجو بتاعك أو الذات دي. لكن لما تتحرر منها تعرف إن أنا جوايا كذا. الإيجو ده حاجة جوايا، مجرد برنامج جوه مع بقية البرامج، جزء من النظام ولكن مش النظام كله. لما توصل للإدراك ده ساعتها تقدر يكون في حل، وتقدر يكون في حل لكل المشاكل النفسية. طب ازاي نقدر افهم انا بقى الإيجو ده بيشتغل ازاي اكون واعي بيه عشان اتخلص منه؟ بانك تفهم ان الإيجو ده لا يعيش الا في الزمن. يعني هو محتاج وقت عشان يقدر يعيش، يعني محتاج يبص على اللي فات ويبص على اللي جاي، ولو انت ركزت في اللحظة ديت هيبعدك عنها. هو موته او موت التخلي او التخلص من الإيجو ده او من الذات دي اللي مسببه لك المعاناة النفسية. اللحظة دي انا بس عايز ابص على اللي جاي واخاف، او اكون متحمس لو حاجة حلوة، او اخاف لو حاجة وحشة. ولو مفيش حاجة جاية فبالتالي هبص على اللي فات واشوف، افضل عايش في الذكريات. اهم حاجة يكون عندي ذات بس، اكون بقى ذات دي حلوة مفرحة او ضحية كئيبة. اهم حاجة ان انا اكون منفصل عن الحياة في اللحظة دي بس. فبالتالي الإيجو من خلال او الذات بتاعتنا دايما في سعي انها تبص على النتيجة. فالتعلق بالنتيجة، لو انت عايش من خلال الإيجو انت هتفتكر انا عايز اجرب اعمل قناة على اليوتيوب. طب ايه النتيجة بقى؟ النتيجة ان انا بقى احصل على 100,000 متابع. فانت هتفضل النجاح يعني ده، النجاح يعني نتيجة. فدي طريقة مسببة للمعاناة برضو. انت هتفضل خايف من الفشل لان انت هتبدأ عندك الغاية هي اهم حاجة. وده طريق مختلف خالص للمعاناة. الطريق ده بيؤدي للمعاناة غير الطريق اللي انا بشاور لك عليه في القناة دي. الطريق ده بقى ان احنا عايزين نشوف عقلنا او الإيجو بتاعنا او الذات بتاعتنا وهي بص على النتيجة
بعد كده احنا نكون واعيين بالرغبة دي جوانا، وبعدين اسأل نفسي سؤال بقى، هل فعلا النتيجة اهم من البروسس او من الرحلة نفسها او من الفعل نفسه؟ هتركز على النتيجة مش هتلاقي سعادة، مش هتلاقي نجاح، ولكن هتتخلص من الخوف من الفشل لما تتساوى عندك او يتساوى عندك النتيجة مع الفعل. لما تبدأ تبرمج عقلك على ان لا 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 الايجو بتاعي غلطان، اهم من النتيجة حالتي دلوقتي. ودي حاجة محتاجة تدريب على طول. الفعل اهم من النتيجة. واحدة واحدة تبدأ ما تبصش على النتيجة وتستمتع بالفعل، يروح الخوف من الفشل. شفت جبناها منين؟ استحالة انك تتخلص من الخوف من الفشل وانت مركز على النتيجة. انت بس ما كنتش فاهم ان دي بتاعت دي. تركيزك على النتيجة وان حصلت النتيجة اللي انا عاوزها يبقى ده نجاح، ما حصلتش النتيجة يبقى ده فشل. هتفضل طول عمرك تخاف من الفشل. ولكن الطريق التاني مش كل الناس بتعمله، فانت هتلاقيه غريب وهيسبب لك عدم راحة، اللي هو لا مش مضطر اركز على النتيجة. مش محتاج تقتنع بأي حاجة بقولها لك، انا بس عايزك تجرب تعيش بده فترة. يعني حاول كده انك تختبر الموضوع ده او تحس بيه كده، او تسأل نفسك هو فعلا في حد ممكن يعيش كده؟ وجرب انت بقى، شوف هل فعلا ممكن اعيش بطريقة مختلفة ان انا ما بركزش على النتيجة. ولما انا اطبق الموضوع ده بلاقي ان مفيش حاجة منعاك اصلا انك تحقق النتيجة دلوقتي. يعني المشاعر محصلة اي فعل ايه؟ انت بتقول انا عايز اعمل حاجة، انت عايز تعملها عشان دي هتسبب لك سعادة. بس هو ده الدافع الوحيد للبني ادمين، للبشر. طب ايه بقى المانع انك تستشعر المشاعر دي دلوقتي اثناء الفعل؟ فجأة لما تركز على الفعل بس وتحاول انك تحقق نتيجته دلوقتي. يعني لو انت مثلا بتغني او بتمثل او حتى في المذاكرة في الدراسة، الحياة اكبر من انك تفتكر ان شكلك قدام الناس او لما الناس تشعرك تقولك الله ده حقق نتيجة رائعة، او انك تحقق نتيجة رائعة. اللحظة بس، لحظة النشوة بتاعت النتيجة دي لحظة، الحياة اكبر منها بكتير. ما تستاهلش اللحظة دي انك تكون عايش فترة في معاناة وألم نفسي. واحنا هنا في القناة دي بنتكلم على الطريق بتاع السلام الداخلي الدائم، فما تتوقعش ان هقولك حاجة كل الناس بتعملها، عشان ما يكونش رد فعلك دلوقتي ايه ده تقول لي الله ده محدش بيعمل كده في الدنيا. يعني قصدك معظم الناس؟ اسألك انا بقولك، هي معظم الناس حاسة بسلام داخلي دائم وحاسة بنعيم وعايشة في نعيم وسعادة دائمة؟ اكيد لا. اكيد 1% دول بيعملوا حاجات مختلفة. يعني انت نادر قصدك تقولي ان النجاح الحقيقي بيتحقق لما اكون مش محتاج احقق النتيجة؟ بالظبط. لما اكون انا رامي نفسي. ده انا بطبقه معاك بايه؟ ان انا حاليا بحب حاجتين. انا كنادر اهوت، لو عشان اوصلك الفكرة بطبق كلامي ده ازاي. انا بحب حاجتين، ده اللي انا فاهمه. بحب الانجليزي فانا بدرس انجليزي، بحب علم النفس فانا بدرس علم النفس. بس ايه النتيجة بقى بتاعت الاتنين؟ ما شغلتش دماغي، ما فكرتش في الموضوع ده. فهل انا دلوقتي كويس؟ مش عارف. هل انا دلوقتي حلو؟ مش عارف. هل انا في اليوتيوب دلوقتي ماشي فشل او ناجح بالارقام؟ لا. هل ده معطلني ان انا ما اعملش فيديوهات؟ لا، لان انا النشوة بتاعتي انا باخدها حاليا اهو وانا واقف على السجادة دي والتليفون اهو وبتكلم اهو. لو في جملة هقولها لك الخص لك بيها كل الموضوع، عيش بان الفعل اهم من النتيجة. ساعتها مشكلة الخوف من الفشل هتتحل. استني رأيك في التعليقات. أنا رجب بشكركم جدا 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 كالعادة على مشاهدتكم. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. لو عايزين نتكلم مع بعض في أي فيديوهات في مواضيع معينة قولوا لي في التعليقات عشان ما اقعدش انا افكر كتير هقعد اعمل فيديو عن ايه. أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي وسلام.